السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو ده ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم البنات راني صايمه الله يتقبل، بغيت نشارك معكم النهار ديالي، شنو غادي نوجد فيه، شنو ندير فيه ان شاء الله. خليكم معايا تبعوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخير. شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه واللي لايك ديالكم كتحفزوني، شكرا لكم بزاف بزاف. انا اول حاجه البنات كانت تشهيت البقوله، الخبيزه. هنايا قطعتها، غسلتها ونشفتها وقطعتها وغادي نديرها في الكوكوط بحال ديما. راه كتجيني بصراحه هذه هي الطريقه السهله وكتجي لذيذه بزاف، ما كتجيش شاربه الماء وداكشي. المهم تبعوا معايا كيفاش غادي ندير ليها. هنايا درت الخبيزه يعني العدد اللي بغيتو، كديروا هنايا شويه تاع الثومه، درت انا 2 ريوس تاع الثومه، ودرت شويه الملحه، ودرت هنايا الحار اللي كيبغي الحريصه يديرها، وشويه تاع الخرقوم وشويه تاع التحميره. صافي هادشي اللي كندير البنات. والحامض، بغيتو ديروا الحامض مصير، بغيتو ديروا العادي، هنا كندير غير العادي هو اللي درت، الحامض عادي. صافي وغادي ندير نمرقها بواحد كاس تاع الماء كما كتشوفوا معايا. وعندي هنايا واحد حبه تاع مطيشه محكوكه وشويه ربيع قزبور ومعدنوس، وغادي نديرها طيب على عافيه مهيله. واحد 15 دقيقه كتكون واجده، تسدوا عليها وديروا الصفاره. 15 دقيقه كتكون واجده البنات، ما كتجي لا محرقه لا فيها الماء لا. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي شاربه. وراني درت البنات زيت الزيتون، غير نسيت ما قلتها لكمش، درت زيت البلديه في الاول طابت معاها. صافي هكا كتجي تبارك الله، كتجي غزاله بلاد ما تقليو وتنشفوا وتقطروها. حتى ديك طريقه مزيانه، ولكن كتجيني هذه البنات ملي زربان هذه طريقه احسن. صافي البنات هكا كتجي البقوله ديالنا. كملت من البقوله غادي ندوز نوجد واحد البيتزا خفيفه ظريفه. هنايا درت زلافه تاع طحين الفرص وكاس ديال الفينو. ما غاديش ندير بزاف، غير شويه، غير انا اللي صايمه. غادي ندير هنايا شويه تاع الملحه ومعلقه كبيره ديال الخميره. هنايا درت خميره حبيبه، درت معلقه كبيره. كون عارفين دابا بارد الحال، الجو بارد، راه درت معلقه كبيره. وهكا ملي كيكون سخون الحال كندير غير معلقه صغيره دغيا كتطلع. صافي عندي هنايا الماء دافي، غادي نعجن هاد العجينه هذه هكا بالماء دافي. المهم بغيتو تضيفوا اضافات تحكوا فيها، هنايا شويه تاع الزعتر ديروه، بغيتو ديروا هنايا نيدو ديروه. انا ما كندير حتى حاجه، هادو هي المقادير اللي درت، يعني المكونات اللي درت راني شاركتهم معكم في الاول. كنجمعها شويه في هاد المول، هاد في هاد الطاسه هذه. بصراحه كتنفعني هذه اللي عندها غطايه، كتنفعني بزاف تاع الحوايج. صافي منين جمعتها درتها هنايا فوق البوطاجي باش غادي ندلكها واحد شويه، ماشي بزاف غير شويه، باش كنحس بها كمتماسكه. صافي وكنجمعها كنديرها في هاد الطاسه هذه وكنغطي عليها. بصراحه كتجي واعره دغيا كتطلع، وكتجي بحال راكو دايرينها في بلاستيكه ولا راكو دالكين. هنيت انا ما عطيتها لا دليك لا والو. صافي انا جمعتها شويه ودرت عليها شويه تاع الزيت البلديه، غادي نخليها تخمر فيها. هذه هي الطريقه اللي كندير البيتزا، راها كتجي هشيشه وكتجي زوينه ورطبه، كيجربوها. في اخر لحظه كتوجد معكم الصراحه، ما كتاخذش وقت بزاف. صافي كنسد عليها بهاد الغطايه هكايا مزيان، ما كيدخلها لا برد لا والو، كنخليها تخمر. صافي هنايا غادي نوجدو في الحشوه. غادي نوجدو هنايا عندي فلفله حمراء، فلفله خضراء، وواحد البصله حمراء غادي نقطعها هكايا بهذا الشكل اللي كتشوفوا. تقدروا ديروا يعني الاضافات اللي بغيتو. انايا هكا بناتي كيبغيوها بالخضره. صافي غادي نخلط كلشي وغادي نديرو يتشحر مع شويه تاع الزيت وشويه الملحه وشويه تاع الابزار. هادشي اللي كندير فيها البنات. هذه غير زيت المائده ماشي زيت البلديه. صافي كندير كلشي يتشحر فوق البوطه كما كتشوفوا معايا، وغادي نزيد ليها كما قلت لكم شويه تاع الملحه وشويه تاع الابزار. صافي هادشي اللي كندير فيها. ولاصوص عندي البنات غير لاصوص الجاهزه، لحقاش حتى لاخر لحظه وبغاو بيتزا. وصافي ما وجدتهاش، كانت عندي واحد في الثلاجه واحد لاصوص هكا ما هزيتهاش ديال البيتزا. صافي قلت غادي ندير بها اليوم ان شاء الله. صافي كتبقاو تشحروا مزيان ديك الخضره ديالكم حتى كطيح، وكتحيدوها وكديروا يا كفته يا دجاج يا طون يا اللي بغيتو نتوما كتعمروا به البيتزا ديالكم. هنايا عندي كفته في المجمد، بصراحه ما جبتهاش بكري كما قلت لكم، راه ما كنتش ناويه كاع ندير بيتزا حتى لاخر لحظه. صافي غادي نحيد هاد الخضيره هذه هكا كامله، وغادي نحاول نعزل من هذيك الزيت باش باش تبقى هكا في المقيله. الزيت اللي طابت فيها الخضره
هي اللي غادي نخليها باش غادي نطيب فيها الكفته. كما كتشوفوا هنايا جبتها من المجمد، راها كانت عاد باقا جامده. غادي نحاول معها هكايا نفرتها بهذا الفرشيط هكايا حتى كتطلق لي كامله. غادي ندير عليها البنات غير شويه تاع الملحه حتى هي وشويه تاع البزار، هادشي هو اللي كندير لها. صافي غادي نحاول معها كيما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، كندير بحال كنشنتفها بهذا الفرشيطه هكا حتى كتطلق ليا الكفته ديالي كامله. خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخير، ما تنساوش اختي من لايك ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه، واللي ما مشاركاش في القناه كنقول لها اشتركي اختي في القناه. مرحبا بك وشكرا لك. صافي هنايا كنزيد البنات شويه تاع الملحه وشويه تاع الفلفله كحله ولا البزار، وكنخلط مزيان مزيان حتى كتولي بحال هكا. صافي وغادي نطفي عليها نخليها انا تبرد ونمشي نوجدوا العجينه ديالنا. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي العجينه البنات، كتجي خامره ورطبه. تقولوا راه كون دلكتوها، انا ما دلكتها ما والو. اللي ما عندوش هاد البواطه يا البنات يدير غير بلاستيكه ويعقدها ويخليها ترتاح. صافي هنا درت شويه تاع الفينو وشويه تاع الطحين، خلطتهم بجوج هكايا، شويه تاع الفينو ماشي بزاف باش ما تجيكمش عاوتاني قاصحه لاباط ديالكم من التحت. هنايا درت شويه الفينو وشويه تاع الطحين وجبت التلاك وكنطلقها على هذا الشكل هذا. غادي نديرها، نحاول نديرها هكا مربعه على حساب الصني ديال الفران. غادي نديرها غير هنايا في الفران ديال الضو. غادي نحاول نطلقها مزيان مزيان حتى كتجي لكم يعني السمك ديالها رقيق شويه، ما يكونش غليظ بزاف باش ما تجيكمش عاوتاني غليظه بحال الخبز. هنايا كنزيد لها شويه تاع الدقيق باش نزيد نطلقها. صافي بغيتو ديروها دائريه كديروها دائريه، بغيتو ديروها هكايا مربعه يعني حجم عائلي وتقطعوها حتى هكا راه كتجي زوينه وراه ما تشبعوش منها البنات، كتجي من السما. في الصراحه انا البنات عندي كيبغيو لي البيتزا تاع الدار احسن تاع الزنقه. شحال مره كنشريوها هكايا في الليل ما كيبغيوهاش، كيبغيو هذه تاع الخضره وكتكون طايبه في الدار وكتكون من السما. كندير ليها الزعتر وكل شيء، كتجي بصراحه زوينه وكياكلوها لي. والاخرى تاع الزنقه ما كيبغيوهاش بزاف. صافي غادي نحاول نقدها هنايا في هذا الصني هذا اللي غيدخل الفران ولا هاد اللاطه. غنقد لي هاد الجوانب مزيان مزيان، كيكونوا شويه غلاط. غادي نحاول نتكهم هكا بالصبيعات ديالي من الجناب كما كتشوفوا هاد الطريقه هذه باش كتجي شويه واقفه. الا طيبتوها وجاتكم قاصحين دوك الجناب قصاحوا لكم في الفران كان مجهد ولا شي حاجه، كتقطعوهم كتحيدوهم وكتخليو يعني غير البيتزا من الداخل راه كتجي زوينه. صافي عندي هاد لاصوص هكايا ديال البيتزا غادي نديرها. صراحه كما قلت لكم الجاهزه شحال مره كنصاوب انا تاع الدار، ولكن ما كنتش ناويه ندير بيتزا. غادي ندير هذه موجوده ما في ماشي مشكل. هنا جات ايناس بنتي قالت لي نعاونك، كتعجبها توجد معايا بيتزا وداك التخربيق كيعجبها تصاوبو. صافي غادي نطلقوا هاد لاصوص كامله من الجناب وفي الوسط وكل شيء. وغادي نجيب واحد شويه تاع الزعتر، انا كيعجبني النسمه تاع الزعتر في البيتزا. غادي نحكو شويه بين يديا وغادي نرشو هكا في الجنيبات وفي الوسط وكلشي يعني نطلقوا عليها في الاول. صافي كما كتشوفوا يعني كتحاولوا تلبسوا هذاك لاصوص كامله من الجناب وفي الوسط وكلشي باش كتجيكم منسمه وزوينه. كما كتشوفوا في الطريقه، تبعوا الطريقه هذه راها سهله وزوينه. في اخر لحظه كتجيكم واحد البيتزا غزاله يا البنات، وما كناش ناويين عليها بصراحه كاع. صافي من بعد ما كملت من لاصوص كما قلت لكم غادي ندير شويه تاع الزعتر. كنديرو في الاول، ما كنديروش بغيتو ديروه حتى الاخير من تخرجوها وتحكوه فوقها حتى هو راه كيجي النسمه ديالو زوينه. انا درتو هكا في الاول يطيب معاها احسن. عرفتوا البنات هي كطيب وكتطلق واحد الريحه غزاله كتجي من الفران. هنايا من بعد ما رشيت شويه تاع الزعتر عندي هنايا الفرماج محكوك هذاك ديال غاستروميكس. غادي نرش واحد شويه في الاول عاد باش غادي ندير الخضيره ديالي هكا الفلفله والبصله اللي كنخليهم انا حتى كيطيبوا مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا كينزلوا مزيان عاد باش كنديرهم. وعاد كنجيب هنايا الكفته كنديرها من الفوق. كما قلت لكم البنات عندكم صدر الدجاج ديروه، عندكم الطون ديروه، عندكم كفته ديروه باي حاجه. المهم طريقه وصافي، ماشي ضروري يكونوا هاد المكونات هادو. صافي غادي نحاول نطلق هذيك الكفيته هكا كامله من الفوق، وغادي نزيد عليها شويه تاع الفرماج. ما غاديش نديرو كامل، غادي كيعجبني ندير شويه حتى للتالي حتى كطيب البيتزا وكنديرو عليها من الفوق وكندخلها في الفران سخون وباش كيزيد يتعلك داك الفرماج وكيجي زوين. صافي هادشي اللي نقصت منها، درت غير شويه باش ما كيتحرق ليناش في الفران. نكون عارفين ملي كطيب راه كيبقى الفرماج يعني ما كيستحملش الطياب بزاف.
قدرت تحرق لينا كان الفران مجهد. صافي دخلتها البنات للفران وجيت باش نوجد واحد طاجين خفيف ظريف ديال هكا ديال الكروفيت. غادي ندير فيه مطيشه والبصله والعطريه التحميره، سكينجبير، الخرقوم، وشويه تاع الكمون، وعندي هنايا القزبر ومعدنوس، وعندي 2 درويوس ديال الثومه. غادي نجيب الطاجين ديالي هنا غير صغيره البنات، لحقاش البنات ما كياكلوش الطاجين، غادي ياكلوا غير البيتزا. غير انا وجمال درنا الطاجين غير صغيور بحال هكايا ديال 2 الناس وصافي. غادي نحاول نحك فيه واحد البصيله هكايا متوسطه، وغادي نحك مطيشه واحد 3 ديال الحبات ديال المطيشه و2 دريوس تاع الثومه. هادشي اللي درت فيها البنات. غادي نحكهم مزيان مزيان في هاد الحكاكه هكا، وغادي ندير العطريه ديالي، ولكن حتى كتشحر ليا المطيشه مع شويه تاع الزيت على عافيه مهيله عاد باش كندير العطريه. غادي ندير الطاجين ديالي نشعل عليه العافيه. هنا كنوريكم الماركه ديال الكروفيت اللي درت، هذا الجاهزه البنات، كيتباع في المحلات، كيتباع في مرجان، كيتباع في كارفور. بصراحه يمكن فيه كيلو ونص ولا كيلو ما عقلتش. صافي غادي نهز واحد القياس على حسابي وصافي على حسابنا حنايا بجوج. عمرت انا واحد الزلافه وغادي نغسلها ونخليها تطلق من داك الثلج صافي، وداكشي الاخر غادي نسدو غادي نردو في المجمد حتى نحتاجو مره اخرى عاوتاني وغادي نخرجو. هادشي اللي كان البنات. هنايا شعلت البوطه على الطاجين ديالي كما قلت لكم، كنخلط ديك مطيشه مزيان مزيان مع البصله والثومه والزيت الروميه، زيت ديال الطياب عادي. وغادي ندير هنا العطريه اللي قلت لكم، قزبر ومعدنوس والتحميره والخرقوم، سكينجبير، شويه تاع الكمون، شويه تاع الملحه، وغادي نشحرو مزيان مزيان كما كتشوفوا. هو كيطيب حدايا وانا كنوجد شويه تاع الفريت باش نقدمو معاه. صافي هادشي اللي درت البنات اليوم. كنتمنى يعجبكم الفيديو اليوم، وما تنسونيش من لايك تاعكم اختي. هنايا البيتزا ديالي نسيتها حتى طابت، راه تحمرات مزيانه البنات. عاد جبدتها كنطلق عليها شويه تاع الفرماج اللي خليت قبيله باش غادي نرشو عليها كامل الفوق كامل، وغادي ندخلها للفران طافي نخليها شويه يعني يذوب داك الفرماج غير بديك الحراره تاع الفران صافي. وغادي نخرجها نقطعها. هذه هي الطريقه اللي كندير ليها، راها كتجي زوينه ما تشبعوش منها، والنسمه ديالها كما قلت لكم ريحتها عاطيه في الكوزينه مع ريحه الزعتر وريحه الفلفله، وعارفين انه كتجي واحد الريحه زوينه. صافي غادي نردها كما قلت لكم هنا الفران طافي، نخلي داك الفرماج يذوب وغادي نخرجها نقطعها بالصحه والراحه، وخليكم معايا تشوفوا الشكل ديالها. ها هي البنات البيتزا ديالي من بعد ما كنقطعها كتجي على هذا الشكل هذا محمره ورطيبه، بصراحه كتجي لذيذه بزاف. صافي قطعتها هكايا بهذا الشكل هكا مربعات بالقطعه ديال البيتزا، ودرتها هنايا. كنتسنى الطواجين ديالي يطيب وغادي نحط يعني كلشي، وغادي تشوفوا معايا يعني شنو وجدت. هادشي اللي كان البنات. هنا غادي ندوز نقلي الفريت ديالي، راه الصراحه طابت. درت واحد 2 مقيلات هكايا غادي نقدمهم مع الطاجين ديالي. الطاجين راه طابت ديك لاصوص مزيان مزيان. دابا غادي نغسل الكروفيت مزيان ودرتو هنايا كيس تقطر، وغادي نلوحو هنايا في الطاجين ونخليه يطيب شويه. راه الكروفيت عارفينو دغيا كيطيب، ما كيشدش الطياب بزاف دغيا كيوجد. صافي غنخليه غير واحد شويه يتشرب وغادي نطفي عليه لحقاش لاصوص راها طايبه، والكروفيت كما قلت لكم ما كيحتاجش الطياب بزاف، راه دغيا كيوجد. هانتوما البنات من بعد ما طاب الطاجين ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، كيجي لذيذ بزاف وريحه الكروفيت عاطيه. شوفوا هنا راه ما درتش فيها البنات لا ماء لا حتى حاجه، غير ديك المطيشه كتطلق الماء ديالها. شوفوا كيفاش كيجي، تقدروا تخليوه ينشف مزيان وعاد تستعملوه. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديالنا. الطاجين ديال الكروفيت كيجي لذيذ، كنزوقو هكايا نزينو بشويه تاع الزيتون. والبيتزا ديالنا هي واجده، والفريت هكا درت 2 طبيسيات. كنتمنى يعجبكم الفيديو اليوم.